مساء الخير لجميع متابعي قناة شركة تواصل لإدارة الأعمال والتسويق العقاري. أنا النهاردة يعني هعرض لكم فيلا مميزة جدا في الحي السابع فيلات الراقي. الفيلا موجودة في مقدمة الحي السابع فيلات. الفيلا متشطبة اكسترا سوبر لوكس. الفيلا كاملة الأدوار، بدروم أرضي أول تاني روف. الفيلا نظام الدور شقة واحدة. الفيلا بالكامل متشطبة اكسترا سوبر لوكس. طبعا الفيلا موجودة في الحي السابع فيلات، مدينة العبور المتميزة. فيلا دبل فيس، يعني شارع أمامي وشارع خلفي. وفي نفس الوقت بتطل على ممر خاص. الممر الخاص ده بيميزها جدا جدا. يعني كده أصبحت الفيلا دبل فيس، وفي نفس الوقت بتطل على ممر خاص. ده يميز أي فيلا معروضة للبيع. في نفس الوقت الفيلا يعني كفيو بتطل على اكتر من فيو، سواء الامامي او الخلفي. يعني نقدر نسمي مثلا الخلف بيطل على 3 حدائق، نسمي الامامي بيطل على شارع رئيسي وشايف فيو مفتوح برضك في الحي السابع. الفيلا بالظبط موقعها يعني في المنتصف الامامي في الحي السابع، بين مدرسة النيل وبين مدرسة الكونتيننتال. يعني نقدر كده نقول ان هي قريبة جدا من الطريق الرئيسي كارفور، قريبة من جميع الخدمات، قريبة من الطريق الرئيسي نفسه للحي السابع. الفيلا نظام الدور شقة واحدة كبيرة. مساحة أرض الفيلا بالكامل 600 متر. الفيلا طبقا للرخصة الصادرة لها مبانيها على 300 متر، مباني الدور الأرضي، وزيادة في المتكرر 5%، ليصبح المتكرر صافي في كل دور 315 متر. يبقى عندي دور أرضي 300 متر، وأول تاني كل دور مساحته 315 متر، طبقا لنسبة التميز اللي زايدة 5%. الروف مباني قانوني 25%. يعني الفيلا عبارة زي ما قلنا بدروم أرضي أول تاني، غرف سطح. يعني اقدر اوصف كده وصف دقيق لكل دور. البدروم عبارة عن جراج كبير لنزول السيارات او رامب كبير ممهد لنزول السيارات في البدروم، بيسع من 5 إلى 6 سيارات كبار. في موتور رفع طبعا موجود في البدروم. في غرفة بحمام بمطبخ للحارس. في جزء كبير ممكن نستخدمه مخزن او صالة جيم والعاب رياضية على حسب. في غرفة مغلقة، في حمام، في اوفيس. الارضيات طبعا كلها متشطبة، والبدروم كله متشطب سوبر لوكس. إيه، نقدر نوصف الدور الارضي. الارض من الخارج ومن الداخل. من الخارج نقول عبارة عن حديقة كبيرة جدا جانبية وخلفية، وفيها موتور مية منفصل يعني بخاص بري الحديقة. في برضك في الحديقة استراحة كبيرة. الاستراحة دي مغطاة وفيها اوفيس لخدمة الاستراحة. الارض من الداخل في ريسبشن كبير يسع 5 أو 6 قطع كبار. في باب من الريسبشن على الحديقة والاستراحة. في المطبخ الامريكي، مطبخ كبير على الريسبشن. في حمام كبير بيخدم الريسبشن. في بعد كده ليفنج 2 قطع. بعد كده مستوى اعلى 2 درجة، ويوجد بالمستوى الاعلى يعني غرفة نوم كبيرة، زائد غرفة بتراس، زائد حمام كبير، زائد غرفة كبيرة بتراس وبدريسنج كبير. الدور الأول والدور التاني شقة كبيرة ونفس التقسيم بالضبط، والاختلاف في الألوانات ولون سيراميك الحمامات. وكل دور منهم عبارة عن يعني نقدر نوضح طرق التوزيع عريضة. في البداية بتؤدي إلى ريسبشن كبير 4 قطع. الريسبشن فيه مستوى مرتفع درجة، في قلبه 2 قطع كبار بتراس كبير. في حمام للضيوف، في مطبخ كبير، في ليفنج 2 قطع كبار بتراس. في مستوى أعلى في مستوى أعلى 2 درجة. المستوى ده بيؤدي إلى غرف النوم.
آه، ويتكون من المستوى أو به غرفة نوم، زائد حمام كبير، زائد غرفة بتراس كبير، زائد غرفة كبيرة بدريسنج كبير وبتراس كبير. الروف المباني ال25% القانوني يعني عبارة عن الروف بالكامل، السقف معمول سقف تندة مغطاة يعني كحماية، وجزء تاني فاضي، زائد جزء بمستوى مرتفع 2 درجة ومعمول فيه مطبخ كبير وحمام وغرفة، وجزء كبير فيه قاعدة كبيرة، أرضياتها كلها نجيل صناعي ممهدة لعمل فيها يعني زي عيد ميلاد، مناسبة عائلية. وفي أعلى الروف بقى اللي هي شخشيخة، اللي أعلى الروف خزان مية كبير جدا احتياطي للفيلا بالكامل. إيه، بعض المميزات الخاصة بالفيلا، يعني الفيلا تشطيب اكسترا سوبر لوكس وجاهزة للسكن الفوري. الفيلا بتتباع بالفرش بالكامل بسعر 13 مليون ونص، وبدون الفرش ب12 مليون ونص. وهوضح دلوقتي بدون الفرش ايه المحتويات اللي شاملة البيع من غير الفرش. لو هنتكلم عن مثلا شبابيك الدور الارضي، بعد التميزات شبابيك الدور الارضي كلها شيش حصيرة كهرباء، في 3 مطابخ اكليريك متميزين جدا من ضمن محتويات البيع، زائد دريسنج بالكامل، زائد 15 تكييف توشيبا، زائد ستائر الفيلا كلها بالكامل، سخانات الفيلا بالكامل، نجف الفيلا بالكامل، السيستم الكاميرات اللي موجود كله بالكامل، موجود في جميع الاتجاهات للفيلا. وفي كاميرا كبيرة جدا على الروف متحركة بتوضح الفيلا كلها بالكامل، دي برضو من ضمن محتويات البيع. كل المحتويات اللي ذكرتها كلها من ضمن البيع. بالنسبة للفيلا يعني بالنسبة للكهرباء، فيها 5 عدادات كهرباء كارت إلكتروني، فيها خزان مية كبير، فيها عداد غاز كبير جدا. الفيلا طبعا اتأسست واتشطبت للسكن الخاص. الفيلا ملك أصيل في جهاز مدينة العبور خالصة التمن. فيها عقد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مفيش أي مخالفات، مفيش أي مديونيات، مفيش اقساط متأخرة على الفيلا، مفيش أي حاجة تعوق عملية بيع الفيلا أو شراها. إيه، في تميز أيضا كبير جدا اللي هي الفيلا دبل فيس وبتطل على ممر جانبي. واجهة الفيلا طبعا والمدخل والسلالم تشطيب اكسترا سوبر لوكس، يعني الفيلا موقعها متميز جدا في الاريا، يعني كلها فيلا خاصة متميزة، فيلا كلها زي القصور يعني، تشبه القصور بالنسبة للطراز المعماري، بالنسبة للفخامة. كده انا وضحت كل حاجة بخصوص الفيلا. بالنسبة للسعر وضحته، سواء مفروش او سواء بدون الفرش، وذكرت المحتويات اللي معروضة او المتاحة من ضمن محتويات البيع بسعر 12 مليون ونص. يعني اتمنى يكون الوصف يعني دقيق، واتمنى ما يكونش فيه اطالة بالنسبة للوصف، واتمنى يعني باقي الصور تعجبكم ان شاء الله. شكرا جزيلا.